5 دقايق ممكن تاخد قرار يغير كل حاجة. حياتك دلوقتي هي نتيجة قراراتك اللي فاتت، والمستقبل هيكون نتيجة قرارك دلوقتي. هل انت جاهز؟ أنا فاكر يوم كنت قاعد على السرير حاسس إني تايه، ما عنديش هدف ومفيش دافع، وبالصدفة شفت فيديو بسيط بيتكلم عن قوة الخطوات الصغيرة. ساعتها قلت طيب هجرب حاجة واحدة بس لمدة أسبوع. بدأت أكتب كل يوم 3 حاجات أنا ممتن لها، حاجة بسيطة جدا، بس بعد أسبوع حسيت إن بقيت ألاحظ فرص أكتر، بقيت متفائل أكتر، وده خلاني أبدأ أتخرج. بعد شهور حياتي بقت مختلفة تماما. اللي اكتشفته إن التغيير مش محتاج ثورة، التغيير محتاج قرار صغير يتكرر كل يوم. انت كمان ممكن تبدأ النهاردة في 5 دقايق. هقولك 3 خطوات بسيطة لو عملتها هتحس بالفرق من أول أسبوع. اكتب 3 حاجات انت ممتن لها النهاردة، حتى لو بسيطة جدا، زي انك شربت قهوة حلوة أو ضحكت مع حد بتحبه. 2. حدد خطوة صغيرة لهدفك، مش لازم تبني حياتك كلها مرة واحدة، خطوة صغيرة تكفي. لو هدفك تتعلم لغة، اقرأ جملة واحدة النهاردة. 3. قرر إنك تكمل بكرة. السر مش في البداية، السر إنك تكمل حتى لو دقيقة واحدة كل يوم. انت ممكن تكون بتقول دلوقتي يعني 5 دقايق هيغيروا حياتي؟ أيوة، لأنك مش بس بتغير عادة، انت بتغير طريقتك في التفكير. انت بتقول لعقلك أنا الشخص اللي بيتحرك، اللي بيعمل، اللي بيبدأ، حتى لو الخطوة صغيرة. لو انت جاهز تاخد الخطوة دي، ابدأ حالا، مش بكرة، مش بعد ما تخلص الفيديوهات، دلوقتي. اكتب في الكومنت أول خطوة هتعملها النهاردة، عشان أول ما تكتبها تبقى بدأت رسميا. وافتكر، حياتك مش هتتغير فجأة، لكنها هتتغير أكيد لما تبدأ.